أهلا وسهلا بأبطال الصف الرابع الابتدائي. وصلنا لليلة مهمة جدا، الليلة اللي احنا بنستنيها على طول، ليلة الامتحان اللي بنراجع فيها كل اللي اتعلمناه خلال الترم كله. الليلة دي مش بس علشان نحفظ، لكن كمان علشان نثبت المعلومة كويس وندخل الامتحان واحنا واثقين في نفسنا ومستعدين كويس جدا. النهاردة هنراجع مع بعض أهم النقاط ونحل شوية أسئلة علشان نختبر فهمنا. افتكر دايما إن المذاكرة مش بس درجات، دي كمان طريقنا للفهم والنجاح في المستقبل. مستعدين؟ يلا نبدأ. يلا بينا نبدأ، وخليك دايما واثق في نفسك إنك تقدر. يلا بينا نبدأ. زي ما احنا عارفين ان المنهج بتاعنا بيتكون معايا من 3 وحدات. الوحدة الاولى هنبدأها مع بعض واحدة واحدة، واول حاجة هنبدأ بها دلوقتي وهي اسئلة المفاهيم، يعني التعريفات. لانه ممكن يجيب لي سؤال مصطلح ويقول لي عرفه لي، او يجيب لي سؤال معرف ويقول لي هو ده تعريف ايه، فلازم نحفظه عشان لربما يجيب لي كده او يجيب لي سؤال تاني بالطريقة التانية. السؤال الاول او النقطة الاولى اللي ممكن نعرفها ويقول لي ما المقصود بالساعة السكانية؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ يبقى الساعة السكانية هي ساعة تظهر تقديرات لعدد سكان مصر. سؤال تاني، ما المقصود بالتعداد السكاني؟ هو عملية حصر شامل للسكان. هي ايه؟ عملية حصر شامل للسكان. طب ليه؟ لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر وفي المستقبل. طيب سؤال تاني، ما المقصود بسكان الحضر؟ سكان الحضر هو ده مش كان موجود معايا في شرح من الدروس اللي فاتت او كان عبارة عن مقارنة؟ هقول لك ايوه، ولكن ممكن يجيبها لي على هيئة سؤال تعريفات. وخلي بالك لما يجيب لي حاجة خاصة بأنماط السكان في مصر يبقى نخلي بالنا من حاجتين. اول حاجة هنذكر ان هم عايشين فين او بيسكنوا فين، وهم بيعتمدوا الزراعة أو النشاط بتاعهم عبارة عن إيه. يعني مثلا سكان الحضر، ما المقصود بسكان الحضر؟ سكان الحضر هم الذين يسكنون المدن، كده احنا عرفنا هم بيسكنوا فين، ويعملون بالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات التعليمية والصحية والمصرفية. ده بالنسبة لسكان الحضر. ولكن لو جاب لي سؤال وقال لي ما المقصود بسكان الريف؟ نفس الفكرة، هم الذين يسكنون القرى ويعملون بالزراعة وتربية الحيوانات. طيب بالنسبة لسكان البدو ويقول لي ما المقصود بسكان البدو؟ هقول هم الذين يعيشون بالصحاري المصرية ويمارسون حرفة الرعي. طيب سؤال تاني، ما المقصود بالأمية الهجائية؟ هي عبارة عن إيه؟ هي عدم قدرة الفرد على القراءة أو الكتابة. يبقى هي إيه؟ عدم قدرة الفرد على القراءة أو الكتابة. طيب سؤال تاني، إحنا خدنا مع بعض في نظام الحكم وخدنا مع بعض السلطات، سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية. طيب أول حاجة هنبدأ نتعرف عليها دلوقتي وهنبدأ نعرفها وهي السلطة التنفيذية. هي يمثلها رئيس الجمهورية والحكومة والمحافظون. طيب السلطة التشريعية هقول يمثلها مجلس النواب ومجلس الشيوخ. طيب السلطة القضائية، السلطة القضائية هي سلطة مستقلة تتولاها المحاكم المختلفة. طيب ما المقصود بالمحافظ؟ المحافظ أيوة يا مستر، المحافظ هو الشخص المسؤول عن إدارة شؤون المحافظة الخاصة به ويمثل السلطة التنفيذية فيها. يبقى تاني، المحافظ هو الشخص المسؤول عن إدارة شؤون المحافظة ويمثل السلطة التنفيذية فيها. طيب تعال مع بعض كده ناخد أسئلة بما تفسر اللي موجودين معايا في الوحدة الأولى. أولا قبل ما نبدأ في موضوع التفسيرات عايزك بس تعرف لي هو يعني إيه بما تفسر، أو أذكر سببا واحدة فيما يلي. بما تفسر يعني ما السبب، أو ممكن نقول كده بالبلدي ليه الحاجة دي حصلت، أو ليه أسبابها، أو لماذا. طيب السؤال بيقول لي بما تفسر أهمية
التعداد السكاني، تحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. يبقى لما يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر أهمية التعداد السكان، هقول له إيه؟ هقول له لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. طيب سؤال تاني ويقول لي بما تفسر محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، إيه الأسباب؟ هقول له بسبب صعوبة مظاهر السطح وندرة موارد المياه بها. طيب السؤال الثاني محافظة القاهرة أعلى محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، ليه؟ هقول لأنها عاصمة الدولة. لأنها إيه؟ عاصمة الدولة. طيب سؤال تاني ويقول لي بما تفسر ظهور العشوائيات في المحافظات الحضرية، هقول له بسبب هجرة سكان الريف إلى المدن. سؤال تاني بما تفسر زيادة عدد أفراد الأسرة بين سكان الريف عن الحضر، ليه؟ إيه الأسباب؟ هقول بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر. سؤال تاني انخفاض نسبة الأمية في المحافظات الحضرية، ليه بقى؟ هقول له بسبب انتشار المدارس في هذه المحافظات وارتفاع مستوى المعيشة. طيب سؤال تاني بما تفسر الاحتفال بعيد السياحة في 1 سيوة، هم ليه بيحتفلوا باليوم ده؟ هقول له لأنه هو يوافق موسم حصاد التمور والزيتون، وهما المورد الرئيسي لاقتصاد الواحة. طيب سؤال تاني قيام اليونسكو بإنشاء متحف النوبة في عام 1997، ليه بقى؟ هقول له بسبب أو لعرض التاريخ والحضارة النوبية. يبقى لما يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر قيام اليونسكو بإنشاء متحف النوبة في عام 1997 ليه؟ هقول له لعرض التاريخ والحضارة النوبية. طيب سؤال تاني أهمية التراث الثقافي بالنسبة للاقتصاد المصري، هقول له يؤدي التراث الثقافي بالنسبة للاقتصاد المصري إلى تنشيط السياحة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي. طب سؤال تاني بما تفسر إنشاء متحف السيرة الهلالية في محافظة قنا عام 2015، ليه؟ بما تفسر إيه الأسباب؟ لماذا؟ هقول له حفاظا على تراث صعيد مصر والذي يشتهر بإنشاد السيرة الهلالية التي تقدم على لسان الراوي وهو يعزف على الربابة. وهو يعزف على إيه؟ وهو يعزف على الربابة. سؤال تاني بما تفسر أهمية الكتابة الهيروغليفية عند المصريين القدماء، هقول إيه؟ هقول لأنها ساعدت على تسجيل أخبارهم وأحداثهم. طيب سؤال تاني بما تفسر انتشار الأمية في مصر. انتشار الأمية في مصر إيه الأسباب؟ فكر معايا. هقول بسبب 1 الزيادة السكانية، 2 ضعف المستوى الاقتصادي للأسر، 3 عدم الالتحاق بالمدارس أو التسرب منها. ديت من ضمن الأسباب في انتشار الأمية في مصر. طيب سؤال تاني أهمية الحكومة في نظام الحكم المصري، إيه أهمية الحكومة؟ هقول رقم 1 تقوم بمعاونة الرئيس في إدارة شؤون الدولة، 2 تشترك معه في وضع الخطة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، كما أنها أيضا تصدر القرارات وفقا للقانون وتقوم بإعداد الموازنة العامة. يبقى تاني الحكومة تقوم بإيه؟ بمعاونة الرئيس في إدارة شؤون الدولة، دي رقم 1. 2 تشترك معه في وضع الخطة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 3 أنها تصدر القرارات وفقا للقانون وتقوم بإعداد الموازنة العامة. طيب سؤال تاني أهمية السلطة القضائية، بما تفسر أهمية السلطة القضائية، هقول أنها تصدر الأحكام في ضوء القوانين ليسود العدل. طيب سؤال تاني فكروا معايا فيه أهمية مجلس النواب في مصر. هو مجلس النواب هو ليه أهمية؟ أيوة. طب إيه هي أهميته؟ هقول أن مجلس النواب يقوم بسن القوانين في الدولة. يقوم بإيه؟ بسن القوانين في الدولة. طيب سؤال تاني أهمية رئيس الجمهورية، والسؤال ده مهم جدا.
هقول له إنه رئيس الجمهورية مسؤول عن رقم 1 أمن الوطن ورعاية مصالح الشعب. 2 يمثل مصر محليا ودوليا. يبقى رئيس الجمهورية أهميته إن هو مسؤول على أمن الوطن. 2 رعاية مصالح الشعب. 3 يمثل مصر محليا ودوليا. طيب سؤال أخير في بما تفسر في الوحدة الأولى، بيقول لي أهمية منصب المحافظ. أهمية منصب المحافظ. منصب المحافظ أهميته إنه هو رقم 1 يقوم بإدارة شؤون المحافظة وحفظ الأمن والنظام بها ومتابعة جودة المرافق والخدمات العامة زي التعليم والصحة والكهرباء والنظافة، أيضا توفير فرص العمل لأبنائه. طيب تعالى مع بعض كده نبدأ نتكلم على أسئلة ما النتائج المترتبة على. هو يعني إيه ما النتائج المترتبة على؟ الأول نفهم السؤال، لأنه فهمك للسؤال يعتبر فهمك لنص الإجابة. كلمة ما النتائج المترتبة على معناتها إنه إيه اللي حصل بعد ما الحاجة دي حصلت، أو إيه اللي حصل بعد كده. يعني هنا مثلا على سبيل المثال ويقول لي ما النتائج المترتبة على التنوع السكاني في مصر. لما التنوع السكاني، لما احنا اتكلمنا على أنماط السكان زي سكان الحضر وسكان الريف وسكان الصحاري أو سكان البدو، لما دول كانوا موجودين وكل واحد طبعا ليه نشاط خاص بيه. يعني واحد مثلا بيعمل في نشاط الزراعة وتربية الحيوانات، واحد بيشتغل في الصناعة، واحد بيشتغل في التجارة، في واحد بيشتغل في رعي الأغنام، في واحد بيشتغل في التعدين. ففي ده اسمه تنوع. اسمه ايه؟ اسمه تنوع. يبقى لما يجيني سؤال ويقول لي ما النتائج المترتبة على التنوع السكاني في مصر، هقول له ايه؟ هقول له أدى ذلك إلى التنوع، إلى تحقيق 1 التكامل بين السكان، 2 تبادل المنتجات وتحقيق التنمية في جميع المجالات الاقتصادية. السؤال الثاني في أسئلة ما النتائج المترتبة على، ويقول لي زيادة معدلات المواليد يوميا، هقول له ايه؟ هقول له أدى إلى زيادة أعداد سكان مصر باستمرار. طيب سؤال تاني ويقول لي هجرة سكان الريف إلى المدن، هقول أدى ذلك إلى ظهور العشوائيات في المدن. ظهور ايه؟ ظهور العشوائيات في المدن. طيب سؤال تاني في ما النتائج المترتبة على، ويقول لي قلة الخدمات وفرص العمل بالريف المصري، هقول له أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة. لأنه واحد مش لاقي شغل هيعمل إيه؟ مش هيبقى شغال، فبالتالي هيكون المستوى المعيشي بتاعه والعيشة بتاعته في البيت وفي الأسرة بتاعته مستوى ضعيف، ويبقى فقير ومش لاقي ياكل، فبالتالي هيضطر إن هو يسافر للمدن بحثا عن فرص عمل أفضل. طيب سؤال تاني ويقول لي ما النتائج المترتبة على انتشار الأمية في المجتمع، هقول له إيه؟ هقول له أدى ذلك إلى 1 انتشار الجهل والخرافات بين الناس، 2 تقلل من فرص الحصول على عمل فتنتشر البطالة والفقر. أن الأمية تقلل من فرص الحصول على عمل فبالتالي تنتشر معايا إيه؟ البطالة، وكذلك الأمر الفقر. طب يلا بينا نبدأ مع بعض في أسئلة دلل أو اثبت أو برهن. كل الأسئلة ديت بمعنى واحد، وهو اديني يا عمي دليل على الكلام اللي انت بتقوله. يعني مثلا على سبيل المثال يعاني سكان الريف من مشكلات عديدة. انت بتقول ان سكان الريف يعاني من مشكلات عديدة، هقول لك ايوه. طب يا عم اديني دليل، هقول لك الدليل هو رقم 1 انه سكان الريف ينخفض به مستوى المعيشة. يبقى رقم 1 انخفاض مستوى المعيشة، وده بسبب ايه؟ بسبب نقص الخدمات ونقص فرص العمل، وقيام الدولة بإطلاق مبادرات لتنمية الريف مثل مبادرة حياة كريمة. يبقى تاني يعاني سكان الريف من مشكلات عديدة، هقول له الدليل هو انخفاض مستوى المعيشة، وده بسبب نقص الخدمات ونقص فرص العمل، وقيام الدولة هنا بإطلاق مبادرات لتنمية الريف المصري مثل مبادرة حياة كريمة. السؤال الثاني في أسئلة دلل بيقول لي إيه؟ بيقول لي تبذل الدولة جهودا لتحسين مستوى معيشة سكان البدو، هقول له إنه الدليل هو رقم 1 قيام الدولة ببناء المساكن له،
2 توفير فرص عمل في مجالي الزراعة والتعدين. طيب سؤال تاني في دلل ويقول لي تساهم سباقات الهجن في زيادة الدخل القومي. الهجن يعني ايه؟ سباقات الهجن الأول، سباقات الهجن معناتها الجمال أو الإبل. تمام، يبقى أقول إنه سؤال بيقول لي إنه تساهم سباقات الهجن في زيادة الدخل القومي، هقول له الدليل أنها تسهم في تنشيط، وكلمة تسهم يعني تساعد، تمام، في تنشيط السياحة، وده من خلال حضور العديد من الوفود العربية للمشاركة في هذا السباق. طيب سؤال تاني بيقول لي اهتم المصريون القدماء بالتعليم. هو المصريين القدماء اهتموا بالتعليم؟ هقول لك ايوه. طب يا عم اديني دليل. دلل. اقول له الدليل هو اختراعهم للكتابة الهيروغليفية. 2 انشاء جامعة أون وهي اول جامعة في التاريخ. طيب السؤال الخامس في دلل بيقول لي قامت الدولة بالعديد من الجهود للقضاء على الأمية الهجائية. هقول له الدليل هو إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية في سنة أو في عام 1992، ده رقم 1. رقم 2 إنشاء المدارس للاستيعاب الكامل للأطفال ومواجهة التسرب. 3 إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية وزيادة وعي الأفراد بأهمية التعليم. طيب السؤال السادس والأخير في أسئلة الأدلة ويقول لي يتكون نظام الحكم في مصر من عدة سلطات. هقول له الدليل حيث يتكون نظام الحكم في مصر من 1 السلطة التنفيذية، 2 السلطة التشريعية، 3 السلطة القضائية. طب يلا بينا كده نبدأ نتكلم على أسئلة المقارنات. ويقول لي في السؤال الأول قارن بين منصب رئيس الجمهورية حديثا ومنصب الملك قديما. هعمل جدول صغير حلو جميل وأقول له منصب رئيس الجمهورية حديثا في خانة كده من فوق، ومنصب الملك قديما في الخانة الثانية. مثلا على إيدي اليمين مثلا أكتب منصب رئيس الجمهورية حديثا، ومنصب الملك قديما على إيدي الشمال مثلا. أول حاجة هنبدأ نتكلم عليها مع بعض وهو منصب رئيس الجمهورية حديثا. دور منصب رئيس الجمهورية حديثا إنه رقم 1 الحفاظ على أمن الوطن، 2 يرعى مصالح الشعب، 3 يمثل مصر محليا ودوليا. طيب بالنسبة لمنصب الملك قديما، منصب الملك قديما كان يدير شؤون البلاد ويعقد المعاهدات ويصدر القوانين. ده بالنسبة لسؤال قارن بين منصب رئيس الجمهورية حديثا ومنصب الملك قديما. ده بالنسبة للوحدة الأولى.